لو الفيديو ده لمس حاجة جواك ما تنساش تعمل لايك، تسيب تعليق وتشترك في القناة عشان توصلك الفيديوهات اللي ممكن فعلا تغير حياتك. التغيير مش بيبدأ من الحماس، بيبدأ من نظام بتكرره كل يوم. عادتك مش بتتشكل بقوتك، بتتشكل بتكرارك. كل مرة بتكرر فيها سلوك بتبني طريق جديد في دماغك. العقل البشري بيحب التكرار، عشان كده العادة أقوى من القرار. أبسط عادة ممكن تغير مستقبلك بالكامل. الروتين مش سجن، ده سلم بيوصلك للحرية. كل عادة بتعملها النهاردة بتبني نسخة أقوى منك بكرة. السر مش إنك تبدأ كبير، السر إنك تبدأ وتستمر. العادة بتتشكل لما تعمل الحاجة حتى وإنت مش فايق. مخك بيقاوم الجديد، بس مع التكرار بيتعود. العادات مش بتتشكل في يوم، لكن كل يوم بيقربك. التغيير مش لحظة إلهام، التغيير التزام صغير بيتكرر. كل عادة جديدة هي مقاومة لنسخة قديمة منك. اللي بتعمله وانت زهقان هو اللي بيشكل شخصيتك. العادات بتتكون من سياق، تكرار ومكافأة. عشان تغير عادة، غير مكانها أو توقيتها أو الناس اللي حواليك. كل عادة بتبدأ من قرار، بس بتكمل بإعادة. انت بتعيش النهاردة بعادات امبارح، فابني بكرة من دلوقتي. التغيير السلوكي مش صعب، هو محتاج وضوح وبساطة. العادات السيئة بتتغذى على التشتت، والكويسة بتعيش في الهدوء. الاستمرارية أهم من الكمال. مكافأة صغيرة بعد كل عادة بتخليها تستمر. لما تربط العادة بهوية بتعيش جواك. العقل بيتعلم من التكرار مش من النية. إزاي تبدأ عادة؟ اربطها بحاجة موجودة في يومك. بناء العادة يساوي إزالة العقبات مش زيادة الإرادة. عادة واحدة كويسة ممكن تجر وراها سلسلة نجاحات. التغيير الحقيقي بيبدأ من لحظة صدق مع نفسك. الاستمرارية مش محتاجة طاقة، محتاجة روتين. كل عادة أنت بنيها هي استثمار في نفسك.